بعدك إذا هلك عن زوجة وجدة أم وأخ شقيق. نعم. الزوجة لها الربع. من أي عدد؟ 12. نعم 12. مش الزوجة لها الربع. والجدة هم الأم لها الثلث. كم السدس؟ نعم كم السدس؟ كم السدس؟ 2. والباقي للأخ الشقيق. طيب الزوجة من أي أقسام الأربعة؟ من الذين يرثون بالفرض فقط. والجدة كذلك. نعم. والأخ الشقيق بالتعصيب. طيب ولو كان مكان الأخ الشقيق أخ لأب كذلك أو عم شقيق أو عم لأب كذلك. نعم كلهم من العصب. نعم. فإن كان مكان الجدة أم مع الزوجة كلهم يرثون بالفرض. وش تعطى الزوجة الجد الأم في هذا؟ تعطى ثلث ولا سدس؟ ثلث. نعم. نعم. بعدك نعم. إذا هلك عن زوج وأخ لأم واخت لأم. أخ لأم. ها؟ زوج وأخ لأم واخت لأم وأخ لأب. الزوج أخذ نصف. زوج ذكر. زوج من كم؟ مثلا من 2. ها؟ من 2. زوج وأخ لأم واخت لأم. نعم. يأخذ النصف الزوج. نعم. يأخذ النصف. من كم العدد؟ من 12. لا جنبك من كم؟ نعم. وش الزوج؟ 3. نعم. والأخوين لهم؟ الأخوين لهم الثلثان. ها؟ الثلثان. الأخوة لأم؟ نعم. كم؟ نعم يا شيخ. نعم. الثلث. نعم. الثلث يا شيخ. نعم يا شيخ الثلث. نعم يا شيخ. نعم. والباقي واحد. الباقي للأخت لهم. نعم. للأخ لأب. تعصيب. نعم يا شيخ. نعم. الزوج من أهل الفرض القسم الأول. نعم يا شيخ. والإخوة لأم كذلك. الإخوة لأم. نعم يا شيخ. والأخ لأب من قسم. نعم شيخ. من التعصيب. ها؟ من التعصيب. طيب إذا هلك ما شاء الله. عن أم وابنين وبنت بس. للأم السدس من 6. نعم. والباقي 5 مع ابنين وبنت. للذكر مثل حظ بينهم تعصيبا. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. قاسمه. نعم. لكل ابن 2. نعم. والبنت. نعم. 1. الأم من أي الأقسام؟ الأم ممن يرث بالفرض فقط. والابنين ممن يرث بالتعصيب فقط. والبنت ممن ترد بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. وهنا ولا تجمع بينهم. وهنا ورثت هذا التعصيب. فإن كان مكان ابنين وبنت ابن وبنت ابن وبنت ابن كلها واحد. الحكم واحد. نعم. أو أخوان شقيقان واخت شقيقة. نعم كذلك. أخوان لأب واخت لأب كذلك. الباقي بين 5. نعم تعصيب. الأم السدس تبقى. هل السدس؟ نعم. فإن كان مكان الأم جدة أب ولا أم كلها واحد. سدس. نعم. طيب إذا هلك عن 2 وأخ شقيق فقط. نعم. للبنتين والباقي
وإن كان مكانهما بنتا ابن كذلك. حكم واحد. نعم. وإن كان مكان الشقيق أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب كلها واحد. طيب. والبنتان من أي الفروض؟ من أي الأقسام؟ ممن يرث بالتعصيب تارة بالفرض تارة. وهنا ورث بالفرض. هنا ورث بالفرض. طيب. والأخ الشقيق أو الأخ لأب هذا يرث بالتعصيب. طيب. والعم كذلك. نعم كذلك. جنبك قضى يا شيخ. سم. باب من يرث النصف. والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. باب من يرث الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب من يرث الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن أو مع أولاد البنين فاعلمي أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فلما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الفروض المقدرة وذكر نوعي الإرث الفرض والتعصيب، ذكر بعد هذا أصحاب الفروض وفصله كل فرض وأهله لإكمال الفائدة. وتقدم من الفروض 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد كما تقدم وكما يأتي. بدأ الآن بالنصف الذي هو أعظم الفروض المفردة، أعظمها وأكبرها النصف، أعظم الفروض المفردة غير المكررة النصف، وهو 1 من 2. النصف 1 من 2، والثاني من 4، و3 من 6، وهكذا. يقول رحمه الله: باب النصف. والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. هؤلاء أصحاب النصف 5، ليس هناك من يرث النصف وهم هؤلاء 5 أفراد. النصف لا يأخذه إلا فرد، لا يأخذه جماعة، لا يأخذه إلا فرد، وهم 5 بينهم في هذه الأبيات بقوله: والنصف فرض 5 أفراد. الزوج بدل من 5، بدل تفصيل بالجر، ويجوز الرفع. والزوج خبر مبتدأ محذوف، يعني وهم الزوج إلى آخره، يجوز فيه الوجه عن الجر والرفع. الجر بدل من 5، والرفع خبر مبتدأ محذوف. والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد. الزوج يأخذه بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد، نص القرآن. فإذا ماتت المرأة وليس لها ولد، ما عندها ذرية، فزوجها له النصف بهذا الشرط العدمي، وهو عدم الفرع الوارث. والأنثى من الأولاد هي البنت، تأخذ النصف بشرطين: أحدهما انفرادها، والثاني عدم المعصب، ما لها معصب، ما معها ابن، تأخذ النصف. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. نص على البنت الواحد تأخذ النصف. وبنت الابن عند فقد البنت، عند فقد البنت تكون محلها عند جميع أهل العلم. إذا فقدت البنت، بنت الابن محلها، لأن القرآن يعم البنت وبنت الابن، فإن بنت الابن بنت. فإذا مات إنسان عن بنت ابن فلها النصف، وإن نزل أبوها بنت ابن أو بنت ابن أو بنت ابن فلها النصف. إذا كانت واحدة وليس معها معصب
وليس هناك فرع وارث أعلى منها فإنها تعطى النصف بهذه شروط الثلاثة. البنت بشرطين: انفرادها وعدم المعصب وهو أخوها. أما بنت الابن فلا بد من شروط ثلاثة: انفرادها وكون عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها اللي في درجتها، والثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. هذه شروط الثلاث تعطى النصف: انفرادها عن معصب وعن مشارك وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. هذه شروطها الثلاثة: عدم معصب وهو أخوها وابن عمها التي في درجتها، وعدم المشارك وهو أختها وبنت عمها التي في درجتها، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. فلو مات إنسان عن بنت ابن وعن ابن، الابن هو الوارث، بنت الابن تسقط لأن الابن حق منها وهو فوقها. الرابع الأخت الشقيقة، وهو الأخت مذهب كل مفتي عند جميع العلماء، لقول الله سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم ثلاثة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا يشمل الشقيقة والتي لأب بإجماع المسلمين. هذه تعطى النصف إذا كانت المسألة كلالة ليس فيها ولد ولا والد. كلالة من لا ولد له ولا والد ذكر يقال لها كلالة، تعطى النصف بشروط 4: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكر الوارث. 4 شروط: أن تكون كلالة وهي التي ليس فيها ولد ولا والد، ليس فيها فرع وارث ولا أصل من الذكر الوارث، وأن تكون مفردة لا معصب لها ولا شريك لها. 4 شروط: أن تكون ليس معها مشارك مفردة، والثاني يكون ليس معها معصب وهو الشقيق، والثالث عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والرابع عدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد أبو الأب وإن على محل. هذا الأصل من الذكور الوارث: الأب والجد أبو الأب وإن على محل الذكور قال لا أصل من الذكور الوارث. الخامسة أخت الأب، قدمت الشقيقة عليها لقوتها، الشقيقة تقدم لقوة فتعطى النصف بشروط 5. هذه 4 التي للشقيقة، وشرط 5 وهو عدم الأشقة والشقائق. ما فيها شقة ولا شقائق تعطى النصف: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الأشقة والشقائق. 5 شروط. نبه على شرط المعصب يقول: عند انفرادهن عن معصبين، يعني 4 كلهن لابد أن ينفردن عن المعصب. البنت لابد يكون ما معها معصب ولا معها مشارك، بنت الابن لابد انفرادها عن معصب وعدم المشارك وعدم الفرع الذي أعلى منها. والشقيقة لابد أن تبعد عن معصب لكن ما يكون معها معصب، وهكذا ليس معها مشارك ولا فرع وارث ولا أصل من الذكر الوارث. والأخت الأب مثلها 5 شروط: 4 التي للشقيقة، والشرط 5 عدم الأشقة والشقائق. فإذا كان موجود شقيق أو شقيقة ما تعطى الأخت الأب بالنص، يعني الشقة أحق منها، الشقيق يحجبها والشقيقة تأخذ النص وتكون معها الأخت الأب تعطى السدس كما يأتي إن شاء الله والسدس. أما الربع هو فرض الزوج والزوجة، صنفان: الزوج والزوجة. الزوج عند وجود الولد، والزوجة عند عدم الولد. الزوج إذا كان ما في ولد الزوجة يعطى، إذا كان في ولد للزوجة يعطى الربع، والزوجة إذا كان ما في ولد تعطى الربع. ولهذا قال رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه. والربع 1 من 4، فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، إذا كان موجود للزوجة ولد ولو من غيره، إذا كان لها ذرية ولو من غيره يعطى الربع، يعطى الزوج الربع إذا كان مانعا له. أما إذا كان ولدها لا يمنع لكونه رقيقا أو مخالفا في الدين ما يمنع، وجوده كعدمه كما تقدم في الموانع. لا بد يكون له ولد سالم من الموانع، هكذا فيما تقدم. وجود الولد الذي فيه علة تمنع من إرثه وصفية كالرق والقتل واختلاف الدين، هذا وجوده كعدمه. لا بد من وجود ولد ليس به مانع، فهذا يعطى الزوج معه الربع، سواء من ولد ذكر أو أنثى، من ولد الميت أو ولد بنيه، من أولادها أو ولد بنيها،
يعطى الزوج معه الربع. فإذا ماتت امرأة عن زوج وابن أو عن زوج وبنت أو عن زوج ابن أو بنت ابن يعطى الزوج الربع، سواء كان الولد له أو من زوج قبله. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمد قوله في ذكر الولد، كما يشترط الولد يشترط ولد الولد في الوجود والعدم. مع الزوج يشترط وجود الولد في آخره الربع أو ولد الابن، ومع الزوجة يشترط عدم الولد وعدم ولد الابن في آخر الربع. ولكل زوجة أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. الزوجة تأخذ الربع، والزوجتين والثلاث والأربع يشتركن فيه. إذا كان الميت زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في الربع. الثنتين أنصاف والثلاثة أثلاث والأربع أربعة مع عدم الولد. فإذا مات إنسان عن زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع وليس له ولد أخذنا الربع بينهن. وهكذا إذا كان له ولد يعطينا الثمن كما قال رحمه الله: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين. فاعلم أيها الطالب، ولا تظن الجمع شرطا فافهم، يعني أيها الطالب. ويجوز قطع الضرب هنا لضرورة الشعر، لأن المخاطب ذكر لا أنثى، فلا بد من وجود الولد أو ولد الابن في أخذ الثمن. فإذا مات الميت عن زوجة وعن ولد أو ولد ابن فإن الزوجة تعطى الثمن إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين بينهما نصفين، إن كنا ثلاث بينهن ثلاثة، وإن كنا أربع بينهن أربعة، لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فبين ميراث الزوجين قال: ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ثم قال بعده: ولهن أي الزوجات الربع ما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم. والولد يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة، يشمل الجميع. وبهذا نعلم أن النصف ل5 والربع لصنفين والثمن لصنف واحد. فالنصف ل5: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالزوج يأخذه بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، تكون زوجة ما وراها أحد، ما وراها ذرية، يعطى النصف. الصنف الثاني البنت تأخذه بشرطين: عدم المعصب وهو أخوها، عدم المشارك وهو أختها، تكون مفردة بنت واحدة. الثالث بنت الابن وإن نزل أبوها، تعطى النصف بشروط 3: عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها اللي في درجتها، وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الثالث عدم الفراث الذي أعلى منها. والرابع الشقيقة تأخذه ب4 سوء: الأول عدم المشارك وهو أختها، الثاني عدم المعصب وهو أخوها فردة، الثالث عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، الرابع عدم الأصل من الذكور والوارث، والمراد بذلك الأب والجد وإن على محض الذكور. الخامس من أهل النصف الأخت الأب، أخت الميت من أبيه لا من أمه، من أبيه، تعطى النصف بشروط 5: عدم المعصب وأخوها الأب، عدم المشارك وأختها من الأب، عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد البنين وإن نزلوا، وعدم الأصل من الذكور والوارث وهم الأب والجد أو الأب وإن على محض الذكور. والشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، ولو شقيق واحد أو شقيقة تمنع من النصف. الفرض الثاني الربع يأخذه صنفان: الزوج والزوجة فأكثر. الزوج يأخذه عند وجود الولد إذا كان الميتة ولد، الزوجة ماتت عن ولد منه أو من غيره يعطى الربع الزوج. وتأخذه الزوجة إذا مات زوجها عنها وليس له ولد، ما له ذرية، تعطى الزوجة الربع واحدة، وإن كان 2 بينهما، وإن كان 3 بينهن، وإن كان 4 بينهن. أما إذا كان للزوج ولد ولو واحد فإن الزوجة تعطى الثمن، سواء ابن ولا بنت، ما للزوجة إلا الثمن، وإن كان زوجتين الثمن بينهما، 3 4 4، لقوله تعالى: ولهن الربع ولهن الثمن مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن الربع إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها ودين. هذه المواريث بعد الوصية وبعد الديون كما تقدم في أول الكتاب في المقدمة. المواريث تكون بعد الوصية وبعد الديون، كان على الدين يبدأ بالدين، إذا ما بقي شيء ما يورث الشيء، الغرماء مقدمون، ثم الوصية إذا أوصى بالثلث فأقل تقدم وصيته والباقي الورثة، شرط أن تكون وصية ثلث فأقل كما تقدم ثم الباقي يقسم بينهم بين الورثة. كم أصحاب النصف يا شيخ زيد؟ نعم. بنت الابن وإن نزل أبوها. كم شرط يأخذه الزوج النصف؟ الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. شرط واحد؟ نعم شرط واحد. نعم. والبنت تأخذه بشرطين عدميين، عدم المعصب وعدم المشارك. من المعصب؟ المعصب أخوها. والمشارك؟ المشارك أختها. طيب. الثالث بنت الابن وإن نزل أبوها تأخذه بثلاثة شروط. نعم. عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، وعدم المعصب وعدم وهو المشارك. المعصب من هو؟ عدم المعصب وهو أخوها، عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. والمشارك؟ وعدم المشارك وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الرابع الأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط. عدم الأصل، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب وعدم المشارك. من المعصب؟ المعصب هو الأخ الشقيق والمشارك الأخت الشقيقة. طيب. الخامس الأخت لأب تأخذه بخمسة شروط. عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب. من المعصب؟ هو الأخ لأب، وعدم المشارك وهي الأخت لأب. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. طيب. جنبك كم أهل الربع؟ صنفان وهما الزوج والزوجة فأكثر. بما يأخذ بأي شرط يأخذه الزوج؟ مع وجود الفرع الوارث. شرط وجودي. نعم. وهو وجود الفرع الوارث ولو واحد. لو مات عن ابن أو ابن ما يعطى الزوج إلا الربع. نعم. أو بنت ابن. والصنف الثاني زوجة فأكثر تأخذه مع وجود شرط عدمي. عدم الفرع الوارث. شرط عدمي. نعم. وهو عدم الفرع الوارث. نعم. وإذا كان زوجتين بينهما الربع. وإذا كان ثلاث كذلك. ثلاث. نعم. وإذا كانوا أربع كذلك أربعة. طيب. وإذا كان معه ولد لها الثمن، ولو بنت وحدها أو ابن واحد. ولو بنت تعطى الزوجة الثمن والزوجات. نعم. بينهن. نعم. والثمن سهم من إيش؟ سهم من كم؟ من 8. من 8. نعم. والربع سهم من 4. طيب. جنبك كم أهل النصف؟ أصحاب النصف. نعم. الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث. الزوج عدهم. الزوج عند عدم وجود الفرع أول عد الخمسة. الزوج. والبنت. نعم. المنفردة. البنت وش بعد؟ بنت الابن وإن نزل أبوها. والرابع الأخت الشقيقة الأخت لأب. الأول الزوج يأخذ عند عدم وجود الفرع الوارث. شرط عدمي. وهو عدم وجود الفرع الوارث. حسن. والبنت تأخذه بشرطين. عدم وجود المعصب وهو أخوها، وعدم وجود المشارك وهي أختها. والصنف الثالث الأخت البنت بنت الابن وإن نزل أبوها. بنت ابن أو بنت ابن وهكذا. نعم. لا بكم شرط؟ بثلاث شروط. الشرط الأول انفرادها وحدها. نعم. ما معها مشارك. والثاني عدم وجود المعصب. من المعصب لها؟ أخوها أو ابن عمها في درجتها. والمشارك أختها
أو بنت عمها في درجته. والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها. حسن. الرابع الأخت الشقيقة تأخذه ب4 شروط. عدم انفرادها، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم المشارك وهو أختها الشقيقة، وعدم وجود الأصل الوارث وهو الأب والجد وإن علا. الجد أبو الأب ولا أبو الأم؟ الأب. أبو الأب ولا أبو الأم؟ أبو الأب وإن علا محض الذكور. نعم. طيب. والخامس الأخت لأب ب5 شروط. عدم وجود المعصب، وهو المعصب وهو أخوها من الأب أو عدم المشارك وهو أختها من الأب خاصة. نعم. والثالث عدم وجود الأخوة الشقائق. عدم وجود الأخوة الشقاء والأخوات الشقائق. والرابع عدم وجود الفرع الوارث. والخامس عدم وجود الأصل الوارث. الذكور الوارث. نعم. طيب. من جنبك. نعم. كم أصحاب النصف؟ أصحاب النصف 5. الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. نعم. الزوج يستحق بكم؟ الزوج يستحق شرط عدمي وعدم الفرع الوارث. فإن وجد الفرع الوارث؟ نعم يا شيخ. فإن وجد الفرع الوارث شو يعطى؟ الربع. والثاني البنت ايش تأخذه به؟ تستحق بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم المشارك. من المعصب؟ المعصب أخوها الابن. نعم. والمشارك أختها البنت. نعم. طيب. الثالث بنت الابن. وإن نزل أبوها بكم شرط؟ ب3 شروط عدمية. عدم وجود المعصب وهو أخوها وابن عمها الذي في درجتها وأختها. والثاني عدم المشارك. نعم. عدم المشاركة وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. والثالث عدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها. طيب. الرابع الصنف الرابع الأخت الشقيقة تأخذه ب4 شروط عدمية. عدم وجود المعصب وهو أخوها الشقيق، وعدم وجود المشاركة وهي أختها الشقيقة. نعم يا شيخ. وعدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى. لا، الفرع الوارث. نعم، الفرع الوارث. نعم يا شيخ. نعم. وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الذكور الوارث. نعم. طيب. والصنف الخامس الأخت الأب، وتستحق ب5 شروط عدمية، وهي عدم وجود المعصب وهو الأخ الأب، وعدم وجود المشاركة الأخت الأب، وعدم وجود الفرع الوارث من الذكور، وعدم وجود الأصل الوارث أصل الذكور. نعم. الوارث. نعم. وعدم وجود الأخوة الأشقاء والشقائق. وش الدليل على أن الزوج يأخذ النصف؟ قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد. والبنت وش دليلها؟ البنت قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. حسن. نعم. وبنت بمثلها. نعم يا شيخ. بمنزلتها حكمها. نعم يا شيخ. عند عدمها. نعم. والدليل على الأخت الشقيقة والأخت الأب قول الله عز وجل في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يا عم الشقيقة والتي الأب. والتي الأب. نعم يا شيخ. طيب. من جنبك. أهل الربع صنف. أهل الربع الذي يستحقه 2 صنفان. نعم. وهما الزوج عند وجود الفرع الوارث يأخذ ربع. نعم. والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. وإذا كان جماعة 2 3 4 زوجات ووجد له ولد يا شيخ؟ أقول لا، ما له ولد، يشتركنا في الربع. نعم. فإن كان له ولد وش يعطي الزوج؟ إن كان للزوجة ولد يعطي الزوج الربع، والزوجات إذا كان للزوج ولد يأخذن الثمن بينهن. نعم. إذا كنا عدد. نعم يا شيخ. ما يزاد على الثمن، ما له إلا ثمن، سواء واحدة ولا عدد، ما له إلا ثمن. نعم يا شيخ. عند وجود الولد. نعم. والربع عند عدمه. نعم يا شيخ. ما في زيادة أبدا. طيب. من جنبك. إذا هلك عليه عن زوج
واخت شقيقة بس. المسألة من 2. نعم. المسألة من 2. ايش للزوج؟ الزوج له النصف. نصف واحد. نعم. والشقيقة لها النصف. وإن كان بدل الشقيقة أخت لأب كذلك لها النصف. بينهما. نعم. من 2 للزوج النصف. نعم. ولها النصف. نعم. لأن الشروط متوفرة، ما معهم أولاد ولا معهم. نعم. 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 متوفرة الشروط. نعم.